اي لاب معايا لاي ماده تمريضيه بيتكون من 3 اجزاء اساسيه. عندي جزئين الاول اساسيين ومهمين لازم نفهمهم الاول. اي لاب بيتكون من ستاتيك ودايناميك، من جزء ستاتيك وجزء دايناميك. ستاتيك اللي هو الجزء النظري اللي انت بتاخده شبه المحاضره العاديه، بتاخد مثلا هناخد في الفيتال ساينس بتاخد الديفينيشن، بتاخد بقى كل حاجه كانه محاضره، جزء نظري بحت ما فيهوش اي حاجه، جزء نظري. تاني حاجه او تاني تقسيمه لللاب دايناميك. دايناميك اللي هو بقى الجزء الحركي اللي انا هبتدي اشتغل بيه، اللي هي السكيلز، المهاره بتاعتي. يبقى انا عندي اي لاب بيتكون من حاجتين، ستاتيك ودايناميك. ستاتيك اللي هو الجزء النظري اللي كاني باخد محاضره بحته ما فيهاش اي حاجه. دايناميك اللي هي بقى المهاره اللي هبتدي اشتغلها، الستبس اللي انا هعملها. تالت حاجه مهمه fixed steps before and after، اللي فيه خطوات ثابته قبل وبعد اي معمل في الدنيا ممكن احفظهم لاي معمل. فكرتي دايما اللي انت ذاكر بذكاء. اللي بيطلع الاول على الدفعه ده مش بيذاكر كتير وقت اكتر فبيطلع الاول، لا، هو عارف يلعب ويوظف المعلومه فقط لا غير، فهو اشتغل صح. ففي خطوات ثابته ينفع اقولها قبل اي معمل وخطوات اقولها بعد اي معمل، فما اقعدش اتعب نفسي بقى مع كل لاب ابتدي احفظهم تاني. خلاص انا حفظتهم مره واحده وابتدي اوظفهم مع اي معمل. ما تضيعش وقتك في حاجات هايفه. هي كخطوات مش هايفه لكن خلاص انا حفظتها، ليه بقى اخد وقت تاني مع كل لاب؟ خلاص انا شلت هم الموضوع ده، الموضوع ده انتهى بالنسبه لي. في خطوات ثابته هبتدي احفظها، ودي انا عامله لها حلقه ثابته وهسيبها لكم في رابط الوصف. طيب خلاص احنا عرفنا الثلاث اجزاء، دلوقتي هنعرف يا ترى ايه اللي هيتذاكر الاول وبعدين التاني وبعدين التالت. مش فارقه يا دكتور، لا هتفرق وهنشوف ليه دلوقتي. هنذاكر ايه الاول؟ هنذاكر الفيكسد ستيبس اللي هي الخطوات الثابته، اللي هي بيفور اند افتر اللي احنا عاملين لها حلقه قبل كده. خلاص دي بقى انا حطها في جيبي كده، ودي لاي معمل. دي اول خطوه لازم اعملها. تاني حاجة لازم اعملها، لازم اذاكر الستاتيك الاول وبعدين الدايناميك. ما ينفعش ابدا ادخل على السكيلز من غير ما اعرف المصطلحات الطبية الجديدة في اللاب ده. يعني هتفهمه ازاي؟ حتى لو قدرت تحفظه وتمشي فيه وتفهم هتجيب 85%، استحالة تعدي 90. اللي هيعدي 90 اللي هو ابتدى بالموضوع صح. الموضوع يبتدي صح ازاي؟ اذاكر الجزء النظري الاول اللي هو الاستاتيك، وبعد كده ادخل في الدايناميك. فعشان اذاكر صح واضمن ان شاء الله باذن الله اجيب درجه كويسه جدا في امتحان النهائي، اذاكر الفيكسد ستيبس ودي خلاص لاي لاب، وبعدين ابدا بالاستاتيك وبعدين الدايناميك.